في الاربعينيات العلماء كانوا بيدوروا على مادة ما تتأثرش بالحرارة وما تتفاعلش مع الأحماض أو الزيوت وتمنع الالتصاق، فاخترعوا سي 8 وبدأوا يستخدموها في تصنيع طبقة اسمها تيفلون اللي بتغطي بيها أواني الطبخ. سي 8 بتتكون من سلسلة طويلة من ذرات الكربون والفلور، والرابطة بين العنصرين دول قوية جدا لدرجة إنها مش بتتفكك أبدا، يعني لو دخلت جسمك ممكن تفضل فيه 8 سنين أو أكتر وما تطلعش. بتدخل الجسم عن طريق الأكل أو المية وتفضل فيه سنين، تتراكم على الكبد والكلى وتسبب سرطان الكبد والكلى ومشاكل في الخصوبة وضعف مناعة وتشوهات عند الأجنة. في التسعينات فلاح أمريكي اسمه ويلبر لاحظ إن الأبقار في مزرعته بتموت بشكل غريب، أورام وتصرفات غير طبيعية وجلد متآكل. المزرعة كانت جنب مصنع تابع لشركة دو بونت، بدأ يشك إن المية اللي الأبقار بتشربها ملوثة. اشتكى وقالوا له كل حاجة تمام، لكن هو ما استسلمش، صور فيديوهات وجاب عينات من المية وحاول يوصل لأي حد ممكن يسمعه. ويلبر راح لمحامي اسمه روب بيلوت، شغال في مكتب كبير بيدافع اصلا عن شركات الكيماويات، لكن روب كان اتربى في نفس المنطقة اللي فيها المزرعة وكان قلبه لسه متعلق بأهلها. اول ما شاف الفيديوهات وشاف ابقار بتتصرف بجنون وبتنهار ومليانة اورام، اتحرك فيه الضمير، قرر يمشي عكس التيار ويرفع قضية على واحدة من اكبر شركات امريكا. طلب من دو بونت تسلموا كل المستندات الداخلية، وبعد مماطلة المحكمة أجبرتهم. آلاف الصفحات من المستندات القديمة فيها كوارث. الشركة عارفة من التمانينات إن سي 8 بتسبب سرطان وتشوهات ومشاكل في الكبد، وعارفة إنها بتدخل الجسم ومش بتطلع، وعارفة إنها بتتسرب من المصنع للمية اللي الناس بتشربها، بس سكتوا وكملوا إنتاج.